والنهاردة اليوم 13 من شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين وقربنا على نص الشهر. ربنا يقوينا على باقي الصيام وباقي الطاعات، ويقوينا على التقرب منه سبحانه وتعالى، وإننا نحس بهذا القرب ونأتنس به تعالى سبحانه وتعالى. النهاردة عاملة لكم فيديو مختلف، والسؤال بتاع النهاردة مختلف. السؤال بتاع النهاردة بيقول: البني آدم ما بيبقاش على حالة واحدة، بيبقى على ده وده. اتعودنا للأسف ان احنا نحكم على ده وده، ونقول ان الحكم بتاعنا ده حلو ده وحش. فهنقول لا، احنا مش هنقول انه حلو او وحش، ولا هنقول ان هو غامق ولا فاتح. هنقول ان احنا مش هنقدر نستمر بنفس الحالة النفسية والمعنوية طول الوقت. مش هنقدر نستمر على وتيرة واحدة طول الوقت. حلو ان احنا نبقى في حالة من الثبات الانفعالي زي ما بيقولوا، يعني ما بقاش عالي قوي وواطي قوي. اوكي. بفرح قوي 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 واحزن قوي قوي قوي. بس لو انت كده خلاص مش هنعمل حاجة. لو انت كده مش هنعمل حاجة. كل اللي هنعمله ان احنا نتعامل مع المودز اللي هي up and down، ونعرف إذا كانت هي جاية نتيجة حاجة عضوية ولا جاية نتيجة إيه. لأن في بعض الحاجات العضوية بتخلينا المودز بتاعتنا up and down. فنتشيك ات اوت الأول ونتأكد إن احنا الحمد لله ما فيش حاجة تستدعي إن احنا نبص عليها، وبعدين نتعلم المودريشن او ازاي ان احنا نتعامل مع مشاعرنا. دي هي الحاجة الأساسية. وبالتالي ده يجيلنا إلى الفزورة بتاعتنا النهاردة، وهي الفزورة رقم 13. المود بتاعك لما بيبقى مش على الموجة المزقططة، على الموجة التانية. عايزين تسموها بقى موجة حزيني، موجة أمينة رزق، موجة فريد الأطرش، موجة كئيبة، موجة، المهم إنها الموجة اللي ما هياش بتتنطط ولا بتزقطط. بتعمل ايه مع نفسك، او بتعملي ايه مع نفسك؟ ايه الطرق اللي بتتعاملي بيها لما المشاعر تبقى ماشية شوية ناحية أمينة رزق؟ من الطرق المعروفة المفيدة اللي الناس بتعملها الكتابة. ان الواحد يقعد مع نفسه، ما يخافش من مشاعره لو لقى انها حزيني، ويكتب هي ايه اللي حاصل. تخيلوا كده يا جماعة زي ما يكون عندكم طفل، والطفل ده زعلان. مش هتسيبه بقى يتفلق، هتقول له تعالى حبيب قلبي، تعالى اقعد هنا، مالك، ايه اللي مزعلك؟ نفس الحكاية. لو نقدر نتعامل كده مع نفسنا، هيبقى بنتعامل مع نفسنا بالكومباشن، بنوع من التعاطف. بدل ما لا قومي لازم تبقي مبسوطة، لا ما تعمليش كده، لا انت احسن من كده، لا انت اقوى من كده. في بعض الناس بيشتغل معاهم اللي هي ايه، انت يمين لا روح شمال. وفي بعض الناس بتحتاج ان هي يبقى في نوع من التعاطف، كأنك واخدة نفسك في حضنك كده، كأنك واخد نفسك في حضنك كده، واخده بالهداوة. بتقوله ايه اللي مزعلك يا حبيبي، ايه اللي مضايقك النهاردة، ايه اللي حصل، طب وبعدين، وكان نفسك في ايه، وايه كمان، وايه كمان، وايه كمان. اوكي. ساعات بنحتاج نفضفض، ومش محتاجين نفضفض لحد. مش طول الوقت محتاجين نفضفض لحد، بالعكس. ساعات عايزين نتكلم بس مع نفسنا، عايزين بس نسمع نفسنا، عايزين نشوف بنقول ايه، عايزين نحس باللي جوانا. الميزة في الكتابة إنها بتخلينا نركز في اللي احنا بنقوله، وما نخليش الفكرة تاخد نفسها وتروح لفكرة تانية، وننزل في دوامة من الحزن أو الضيق أو اليأس أو الغضب. كلهم مشاعر، مش معناهم إنهم وحشين. المشاعر دي بتيجي عشان تقول لنا حاجة، بتقول لنا حاجة احنا عايزينها، حاجة نفسنا فيها، حاجة محتاجين نعملها مع نفسنا عشان نطبطب عليها، بتقول لنا حاجة عن نفسنا. فكل واحد فيكم يبص على حياته في الوقت الحالي، ولو جاله فترات حزيني، مش شرط النهاردة، ممكن حتى من أول ما ابتدينا. ممكن ايه النغمة الحزيني اللي بتبقى موجودة باستمرار. هتلاقوا ان في حاجة معينة كده ساعات بتبقى هي اللي بتزن علينا. ايه هي دي؟ وهل هي متكررة ولا مختلفة؟
ولما بتيجي بتعمل ايه عشان تتغلب عليها؟ احد الطرق التانية انك تغير الموجة بان الواحد يقوم ياخد دش، او يقوم يتوضى، او يقوم يصلي، او يقوم يقرأ قرآن، او ينام، يغير الانرجي ساعات، او يطلعها في مخارج ابداعية، زي انه يعمل اكل، يعمل سلطة، يعمل حلويات. بيقولوا كمان ان البيكنج، ان الواحد يعمل كيك او يعمل عيش او يعمل اي حاجة من الحاجات دي، بيحسن المود جدا جدا لو الواحد عايز يحسن المود. فبتعملوا ايه عشان تتعاملوا مع المود لما يكون غامق او حزيني؟ وبتعملوا ايه علشان تطلعوا منه؟ بتحبوا تطلعوا منه ولا بتحبوش تطلعوا منه؟ وبتعملوا ايه عشان تطلعوا منه؟ مهم لكل واحد فينا انه يبقى عارف الكوبينج ميكانيزمز بتاعته. يعني لما بحزن بعمل ايه؟ عايز اقعد لوحدي ولا عايز اقعد مع الناس؟ عايز حد يسأل عليا ولا عايز الناس تبني لوحدي؟ اهدى مع نفسي. ايه الطرق اللي انا اعملها مع نفسي؟ ولازم يبقى عندنا طرق احنا نخرج نفسنا بنفسنا من اللي احنا فيه، لان محدش قاعد جنبنا طول الوقت، والناس باي تايم كل واحد هيزهق ان هو بيسمع النغمة دي كتير من حد تاني، ومش عايزين نزهق مع نفسنا. احنا ملناش الا نفسنا في الاول وفي الاخر، وكل اللي احنا بنتعلمه ده هي طرق للتعامل مع النفس. اجن امتى المود بيبقى حزيني؟ لما المود بيبقى والحزن ده بيبقى حزن ولا بيبقى ايه المشاعر اللي بتبقى موجوده؟ خلينا نقول امتى الموجه بتبقى مش على هوانا، ولما بتيجي بتبقى الموجه دي موجه ايه المشاعر اللي فيها، وايه الطرق اللي بتتعاملوا بيها من المشاعر دي، وايه الحاجات اللي بتخرجكوا بره المود ده وترجعكوا تاني للمود الفرايحي او المود الحلو او المود اللي انتوا بتحبوه. شكرا ليكم، واشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة، وان شاء الله المود يبقى احسن من كده.